في الفيديو ده هنشرح ليه مهم يكون عندك مستشار مالي وايه الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنختاره. المستشار المالي بيقوم بدور المرشد في رحلة إدارة وتحقيق أهدافك المالية، استثمار، ادخار، سداد ديون أو حتى التأمين والضرائب. امتى نروح لمستشار مالي وندفع له؟ لو انت محتاج خطة متفصلة ليك، فانت محتاج شخص عنده دراسة وخبرة كافية ويساعدك توفر فلوس، سواء كنت هتستثمر او بتخطط للتقاعد او عاوز تقلل نفقاتك او يشوف افضل الوسائل القانونية لخفض ضرائبك. هنا يجي دور المستشار المالي انه يوجهك لاحسن اختيار مناسب ليك على حسب ميزانيتك، سواء كانت اهدافك طويله الاجل او قصيره الاجل. ولو عندك ديون بيعمل لك استراتيجيه لسداد ديونك بتكون بشكل سريع وبتكلفه اقل، وبيرتب معاك ازاي تحط خطه طويله الاجل، زي انك مثلا هتشتري بيت او تحوش فلوس تعليم جامعي لاولادك في المستقبل. طيب ازاي بقى تختار مستشارك المالي؟ واحد، لازم تكون محدد اهدافك الماليه، او بمعنى ادق عاوز منه ايه؟ تدخل مجال الاستثمار او تعمل جدوله للديون، ولا محتاج مشوره ضريبيه؟ تاني حاجه، سواء كنت هتختار مستشارك المالي شركه او فرد، اهم حاجه يكون معتمد من هيئه الرقابه الماليه. ثالث حاجه، اعمل قائمه من المستشارين الماليين المحتملين. هتجمع القائمه دي عن طريق الانترنت او عن طريق ترشيحات اصدقائك، ولازم تقرا تقييمات كل اللي اخترتهم. والفيصل هنا هو المقابله الشخصيه اللي من خلالها هتحدد مدى توافق افكارك مع افكاره، ولازم تتفق على رسوم ثابته اتعاب مقابل الاستشارات الماليه اللي هيقدمها لك، وفي نسبه انتوا بتتفقوا عليها سوا بياخدها على ارباحك من المكاسب اللي حققتها، لانها بفضل استشاراته على محفظتك الاستثماريه. وخلي بالك وانت بتختار مستشارك المالي، ابعد عن اي حد يوعدك انك معاه هتحقق حلم الغنى السريع، او بيتكلم في المطلق من غير خطط مدروسه، او يكون عنده حل واحد لكل مشكله بتقابلك. قول لي في الكومنتس، اتعاملت مع مستشار مالي قبل كده؟